My name is Jez Wenham, and here I am in East Finchley in London at the Phoenix Cinema, and we have this evening our premiere of our film Picasso's Smile, directed by Jafar Murad and produced by Jafar Murad and myself, Jez Wenham. And I write the music for his films, including this one. We're expecting a good turnout tonight. A lot of people seem to be very enthusiastic to see the film, so I'm looking forward to it very much. اليوم احنا في غاية السعادة حقيقة، لأن فيلمنا اللي هو ابتسامة بيكاسو راح يعرض اليوم العرض الأول للجمهور في سينما فينيكس في إيست فينشلي في لندن. هذه كانت ثاني مشاركة إلي مع صديقي المخرج جعفر مراد، مخرج عراقي طموح وبريطاني أيضاً في نفس الوقت، لكنه عراقيته تطغي على كل المسائل الأخرى. سعادتي كلش كانت كبيرة لما شفت فيلم عراقي روائي طويل يعرض في دار سينما من أعرق دور السينما في لندن، واللهجة عراقية، والجمهور مشترك بين بريطانيين بين عراقيين بين عرب. حقيقة كان الموضوع كلش مفرح لي. ابتسامة بيكاسو هو عنوان فيلمي الروائي العراقي الطويل الجديد اللي اليوم راح يعرض في السينما فينيكس في إيست فينشلي في ضاحية من ضواحي لندن. أنا سعيد بهذه الخطوة أكيد طبعاً، كفيلم عراقي روائي طويل يعرض في سينما بريطانية بحضور جمهور عراقي وجمهور بريطاني، فهذه أكيد سعادة كبيرة بالنسبة لي، وأكيد هذه خطوة جيدة أيضا للسينما العراقية لوجود في فيلم عراقي في بريطانيا. احنا كفنانين عراقيين استمتعنا وحسينا بالفخر عندما يعرض فيلم روائي عراقي في انجلترا في سينما روادها بريطانيين وروادها ايضا الجالية العراقية. حسينا اكو تفاعل من الجمهور للمشاهد للشخصيات لما قدم هذا المخرج جعفر مراد. بالنتيجة حسينا نوع من الراحة النفسية. سعادتي كبيرة لأني أمثل في هذا الفيلم الروائي الطويل الذي يستغرق ساعة ونصف، وكان هذا الفيلم مثير جدا وموضوعه مهم جدا، وقد عرض في لندن مرتان، وهذا ما يشعرني بالفخر الممزوج بالفرح. دوري في هذا الفيلم جاد، علما أني مثلت كثيرا من الأعمال الجادة وأيضا نجحت بها. دوري بفيلم ابتسامة بيكاسو المخرج اللي أعتبره أنا رائع بصراحة بدون مبالغة، جعفر مراد، المخرج جعفر مراد. هذا الرجل اللي عانى كثير ويانا يعني حتى يطلع هذا الفيلم، فيلم ابتسامة بيكاسو. أنا دوري به هو دور رئيسي، وامرأة تكون يعني شريرة، وكنت فعلا متخوفة من هذا الدور لولا تشجيع المخرج جعفر مراد يعني، وقال لي جربيه وانت قادرة. المشهد الأول كان صدمة بالنسبة لي وبمعاناة كثيرة، وأنا عانيت من عنده حتى نفسياً، فأخذت الملابس مع المشهد الأول وركنتها على صفحة وما لبستها يعني من قد ما كنت متخوفة. طبعاً أنا كلش سعيدة اليوم بتواجدي في فيلم للمخرج جعفر مراد اللي دا يعرض في سينما في لندن. مرت سنوات من بدينا بتصوير الفيلم، جهود المخرج جعفر مشكورة جداً. هو كان المخرج والمؤلف والمصور، هو كان يعني روح اللي قدمها للفيلم كبيرة. سعيد جدا بوجودي هنا في العاصمة البريطانية لندن في دور السينما للفيلم الروائي الجميل للأستاذ المخرج جعفر مراد. ما عندي دور في هذا الفيلم، لكن سعيد جدا بهذا الفيلم الروائي الجميل للمخرج جعفر مراد. أناقش في هذا عملي الخيانة. الخيانة هذه ممكن تقلب حياة البني آدم رأسا على عقب.
ممكن تغير مصير البني آدم، ممكن يدخل بمتاهات، يدخل بمشاكل كثيرة ويعاني منها عمره كله. فأني دا أناقش هذا الموضوع هسه. ممكن هذه الخيانة تجي من زميل عمل أو واحد مقرب بالنسبة لك، يعني ما تدري أنت، فالطعنة تجيك من الخلف وانت ما متوقع هالشيء. اليوم سفرة كلش حلوة كانت من كنت إلى لندن حتى نشوف هذا الفيلم اللي ما شايفيه احنا قبل. هذا فيلم عراقي أنا ما مشتركة به، بس أحب أساعد و support the people. مخرج جعفر مراد والممثلين كلهم أصدقاء وكلهم أعرفهم وكلهم شايفيهم. إن شاء الله النجاح. أنا جيت اليوم من مانشستر إلى لندن حتى أحضر الفيلم الروائي الطويل العراقي الجعفر مراد، وأتمنى له كل الموفقية يا رب. طبعا هذا مو أول فيلم الجعفر إنه هو ينزل بالسينما في بريطانيا وينجح، بس إن شاء الله نتمنى له دائما موفقية. فيلم ابتسامة بيكاسو للأسف ما شارك فيه كممثل. دائما احنا نشوف الفيلم، نشوف المقاطع مالته، نتحدث بالامور الفنيه الموجوده، بس ان شاء الله حكون بالفيلم الجاي حكون لي دور جميل جدا وان شاء الله تستمتعون به. فيلم سايكولوجي اكثر من ما هو فيلم اجتماعي. مشاركتي كانت بدور بسيط وقته قصير، لكنه بعد ما اني شاهدت الفيلم شفت انه الدور هذا كان اساسي. بدون هذا الدور هذا ممكن انه الفيلم الفكره مالته ما تكون متكامله بهذا الشكل الجميل. فاني اعتز بهذا الدور واتمنى ان تكون لي فرص اخرى مع المخرج وصديقي جعفر مراد. بعد ما بعث لي الاستاذ جعفر مراد السيناريو قريته، استمتعت بالعمل كقراءه حلوه، وبالذات استمتعت بشخصيتي. هاي الشخصية حبيتها، محببة إلي وتختلف عن باقي الأدوار اللي اشتغلتها، وخصوصاً أنها شخصية مركبة، يعني فيها الشر المحبب، الشر اللي مغلف بنوع من أنواع الكوميديا. المخرج جعفر مراد علاقتنا مميزة لأنه فنان ملتزم بالعمل والأداء، التزام شديد واحترام أوقات العمل، لذلك كسبت علاقته. وهو مخرج خلو يحب العمل ويحب الجميع. طبعا احنا عانينا كثير بهذا الفيلم، وعلى رأسنا هو المخرج جعفر مراد. بالفعل عانى يعني، واخذ الحصة الكبيرة بالمعاناة، يعني لولا تفاديه وتفانيه وإصراره أنه يطلع هذا الفيلم لما طلع أصلا للنور. يعني شكرا مرة أخرى إلى، بالفعل أركز إلى شكرا إلى مرة أخرى. كفيلم عراقي يعرض في سينما ودور السينما البريطانية يجب دعمه، ونحن هنا متواجدين لدعم المخرج جعفر مراد، وأتمنى له الموفقية طبعا دائما وأبدا. ما حبيت يكون كلش سنتيمنتال أو كلش عاطفي، يعني حبيت أخلي بالانس بين الدراما وبين السيكولوجية وبين الأكشن اللي هو مو كلش يعني ماخذ حيز كبير. فحبيت ما أتجاوز الأكشن الأوفر. الحقيقة احنا راح ندخل مع الجمهور ونشاهد الفيلم بروح جديدة، نحاول نبعد نفسنا عن كوننا احنا اللي اشتغلنا الفيلم، لأنه هذا الفيلم حقيقة تعبنا فيه كثيرا وصورناه في أماكن مختلفة من لندن، وأخذ وقت وجهد كبير من المخرج جعفر مراد ومن كادر الممثلين ويعني عناصر الفيلم. واليوم ننتظر ردة فعل الجمهور حقيقة وانطباعهم عن هذا الفيلم. نحن في غاية الذوق والشوق لأن نشاهد ابتسامة بيكاسو. بالحقيقة كان الفيلم يعني ممتع جدا، خصوصا انه التصفيق اللي كان بعد ما انتهى الفيلم كان بشكل يعني معبر، بحيث اني ما توقعت يعني البريطانيين يصفون لفيلم باللهجة العراقية. طبعا الفيلم كان مترجم الى اللغة الانجليزية، ولهذا قدروا هواية يفتهمون الفيلم وفكرته والتمثيل اللي كان موجود
والشخصيات والأدوار اللي كان يعني مختارها المخرج إلى درجة جدا حميمية وصحيحة. بالرغم أنه دوري بسيط والمشاهد مالته قليلة بالفيلم، لكن دور مؤثر وفي عمق، وأتمنى أنه إن شاء الله بالقريب تنعاد هذه التجربة مرة ثانية والفيلم ينال استحسان لكل من يشاهده. طبعا التعامل مع الأستاذ جعفر مراد كمخرج طريقته بيها تعب. بالبداية حسينا نوع من الإرهاق، لكن بعدين استمتعنا وتعودنا عليه. التكنيك اللي يستخدمه هذا الرجل المخرج مختلف عن قسم من المخرجين، هذا من أجل أن يقدم لنا سرد للفيلم مميز. هاي طريقته هو كمخرج، بالنتيجة حبيناها. هو دقيق، هو يحب أن تكون الكلمة بليغة، الجملة إلها معنى. هو يتعامل مع صورة، يحب الكلام المختصر اللي بيه بلاغة، الجملة اللي تعطي المعنى. مرات هو يمثل له، مرات هو يؤدي، مرات لأنه هو مخرج دا يعيش الشخصيات كلها. God, very nice. اتبعون عنه. يلا. Action. Perfect. ابتسامة بيكاسو، فيلم يحتوي على أكشنات كثيرة مثيرة، والمخرج أبدع في هذا العمل المتميز. أنا سعيد جدا بالعمل مع المخرج جعفر مراد. جديته أنه حريص على العمل أن يظهر بهذا الشكل المتميز الراقي. مثلت هواية ويا المخرج جعفر مراد، مثلت هو المخرج واحنا الممثلين، اشتركنا بافلام وحلقات، وان شاء الله حتجي هاي ورا هذا الفيلم. حقيقة أنا مو وياه بهذا الفيلم، بس حبيت أسانده وأكون وياه بكل أعماله، لأن أنا وجعفر صارت بيناتنا نوع من التوافق إن شاء الله والعمل الدائم. الفيلم الثاني إن شاء الله راح نكون بالتعاون أنا وجعفر، راح ينزل إن شاء الله السنة الجاية، انتظرونا، راح يكون بأكشن هواية. طبعا خطوة جيدة وجميلة أن يعرض فيلم عراقي في وسط لندن، في سينمات لندن، وهذه خطوة جريئة جدا أن يعرض في سينما ويشاهده الجمهور العراقي والعربي. أعتقد أنه أنا أثبتت للمخرج جعفر مراد نجاحي ومقدرتي بإداء هذا الدور، ولذلك هو أعطاني دور آخر بفيلم جديد بشخصية مختلفة تماماً عن شخصية فيلم ابتسامة بيكاسو. وإن شاء الله الفيلم القادم من إخراج الأستاذ جعفر مراد وبطولتي إن شاء الله سيكون السنة القادمة، ولنا لقاء آخر. طبعا خطوة كلش حلوة هاي، لأنه هو أولا فيلم عراقي ببريطانيا وراح يعرضوه هنا، يصير فد يعني competition between this film and other films. الممثلين عراقيين والمخرج عراقي والسينما بريطانيا، إن شاء الله النجاح. And we're expecting a good turnout tonight. The tickets have been selling very well and we're hoping for a good response. الحمد لله. أنا أتوقع يعني وجود جمهور كبير اليوم، وأتوقع الممثلين اللي يمثلوا في هذا الفيلم راح يكونون موجودين. أيضا عندي فيلم آخر قريب، الممثلين البريطانيين والعراقيين اللي شاركوا بالفيلم الجاي أيضا راح يكونون موجودين اليوم، فهذه بالنسبة لي هذا فد دعم كبير بصراحة. فإن شاء الله احنا مستمرين بالعطاء. Action. 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 Thank you. The director. I was honored to work with him, and I'm looking forward to seeing the film. Oh.
الشعور أكثر من رائع إنه فيلم عراقي وهنا بلندن، ومجرد الإحساس يعني واحد يبدل وطالع وده يروح يتفرج فيلم بلندن، هو الشعور يعني بحد ذاته يعني جدا جميل. فكلش فرحانة وكلش اكسايتد إنه